أخوي الكبير متجوز وساكن فوقينا، حياتهم مستقلة ما عدا يوم الجمعة. بيتغدوا معانا، ماما تطبخ وإحنا نغسل المواعين، ومرات أخويا كانت بتنزل تعيدنا، لكن بقالها كذا جمعة ما بقتش تنزل. أخويا وابنه بينزلوا يتغدوا، وهو طالع بيغرف لها أكل ويحطه في طبق ويطلعه فوق. الصراحة أنا وماما متضايقين جدا. ليه ما بتنزلش؟ ليه ما بتساعدناش زي الأول؟ مؤخراً ماما سافرت لظرف طارئ، وإحنا متعودين نرجع من الشغل نلاقي الغدا جاهز. بابا ربنا يخليه اخد مكانها في المطبخ. هو مش موظف وبيحب يطبخ، بس انتوا عارفين طبخ الرجالة، كركبة في كل حتة. أختي صغيرة كانت في البيت، نظفت المطبخ كله لوحدها. رجعنا من الدوام لقيناها مخنوقة من كتر التعب، واللي زاد وغطى إن أخويا بعد الغدا كالعادة غرف لمراته طبق وأخده وطلع من غير ما يقولها تنزل أو تشيل معانا. والجمعة اللي بعدها نفس القصة، بابا طبخ وإحنا نضفنا ومرات أخويا ولا هي سأله. أخويا نزل وابنه وراه وبابا قال سيبوا طبق لمرات أخوكم. ساعتها ما قدرتش أتحمل، قلت له ليه بنت الزوات ما تنزلش تتغدى معانا وتساعد؟ كان نفسي أخويا يسمعني بس ما كانش في المطبخ، وكنت حابة يجي زي كل مرة ياخد الأكل من الحلة علشان أقول له خد الحلة كلها فوق بس اغسلوها انتوا. بس للأسف خلص الأكل قبل ما يجي. أنا مش ضدها، بس فين المشاركة؟ فين التعاون؟ ليه التعب كله علينا؟ قولولي، هو مش مفروض أخويا يتكلم معاها ولا أسكت؟ أنا محتاجة رأيكم بجد، هو أنا غلطانة؟